بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بص، ده أفضل وقت اللي احنا فيه، ده أفضل وقت انك تعملي من البطاطس شيبسي، ويطلع معاكي شيبسي حلو زي اللي بتشتريه وطعمه حلو، والبطاطس بتاعته كمان حلوة. ده أفضل وقت ليه؟ لأن البطاطس بتاعت الشيبسي دي متوفرة في السوق كتير، اللي هي البطاطس اللي البيضة، اللي مش البيضة خالص، ولا هي البطاطس الحمراء بتبقى بيضة وفيها نقط حمراء، بس ايه بسيطة خالص، يعني نقطة اتنين بس، وبتلاقيها بيضة وبتحسي ان هي عليها من بره رمل كده، زي ما تكون بطاطس اللي بيقولوا عليها بطاطس صحراوية. دي افضل بطاطس بتتعمل شيبسي، بتطلع معاكي مقرمشة لو قعدت كام يوم، مش بتطرى، هي مش بتطرى خالص، وطعمها حلو، بتطلع معاكي زي الفل، شيبسي مظبوط يعني. تمام. عارفين بقى البتاع اللي انا ما اعرفش اسمها، مبشره او ايه بالظبط، بس هي حلوه قوي واستخداماتها كتير قوي ومش غاليه خالص. قشرتها بيها الاول، تمام، وبعدين هبشرها برضو فيها الفتحه دي، بتعمل برضو الشيبسي وبتبشر، وحلوه خالص البتاعه دي، والله انا مش عارفه اسمها ايه، بس هي حلوه ليها استخدامات كتير قوي. عملت بيها اللي قطعت بيها شرايح الشيبسي، والبطاطسايه لو هي كبيره شويه بقسمها نصين كده، وايه وكل نص بعمله لوحده بيها برضو. تمام. وهغسلها بميه من الحنفيه عاديه، لا هحطها في ميه ساقعه ولا تلج ولا حاجه خالص، بس شويه رشه ملح كده وشويه خل. هقلبها بقى كويس واسيبها تتصفى، وهنا هولع على احط الطاسه على النار واحط فيها زيت، بس يعني ايه، زيت ان هو يكون آه غزير شويه، مش كتير قوي، ولكن بحيث ان انا احط البطاطسايه كده تنزل تحته. تمام. وما تحطيش، ما تاخديش البطاطس مره واحده بايدك كده وتحطيها، لا، حطي واحده بواحده عشان تبقى كل واحده لوحدها، ما تبقاش الشرايح لازقه ببعضها. تمام. على فكره هي هتغيب شويه، ودي البطاطس اللي بتغيب في التحمير دي، اعرفي ان هي بطاطس حلوه. البطاطس اللي ما بتبقاش حلوه في التحمير بسرعه بتتشعوط بسرعه كده، وتلاقيها في ثانيه اخدت لون وهي من جوه ما استوتش ولا اي حاجه، حتى لو بتعمليها صوابع يعني. تمام. هتاخد شويه في التحمير كده، وما تكتريش في الزيت عشان زي ما قلت ما تلزقش في بعضها، وتعرفي تقلبيها كويس. اول ما تاخد معاكي لون هنا ما تخليهاش تغمق، هي يمكن باينه هنا شويه ان هي غامقه من التصوير. انتي بقى ما تغمقيهاش، يعني يا دوبك تاخد اللون اللي هو الاصفر الذهبي ده بس كده، وتطلعيها، ما تخليهاش تغمق قوي عشان البطاطس الشيبسي طبعا بتبقى رقيقه خالص، فلو خدت لون زياده شويه الطعم بيحروق. بس طلعيها بقى وحطي عليها اي طعم انت عايزاه، وبقى الف هنا على قلوبنا جميعا.